حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده انا حاطه ميه على النار هتبتدي تغلي. بقالنا فتره ما سلقناش فراخ سوا. بسم الرحمن بقى. انتوا عارفين انا ما بستناش لما الميه تغلي قوي، هي هتبتدي بس تعمل الفقاقيع بتاعتها دي وانا اسمي الله وانزل بالفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا غسله الفراخ كويس وغسلها مع بعض قبل كده ونقعاها في ملح وسكر وقشر برتقان. نسلق بقى نسقطها كلها في قلب الميه، وبعدين هنتابع مع بعض احنا هنعمل ايه عشان نطلع شويه شوربه مية مية. بصوا بقى بيبقى فيه دهون في القطعه بتاعه الورك، طبعا دي محدش بياكلها، فبدل انا مسلقها هي الفرخه المره دي ما شاء الله عليها دسمه، ده اللي خلاني انا فكرت في الفكره دي. هوريكم الجزء. بصوا الجزء بتاع الورك، بصوا ما شاء الله عليه، والفرخه محمله. انا شلت الجزء اللي هنا، بصوا بيبقى فيه هنا كده حته دهنه كده بتبقى كتله واحده، انا شلتها من الوراك اللي في الفراخ اللي انا جايباها كلها. تمام، هنعمل بيها ايه بقى؟ كملوا الفيديو واحنا مع بعض، بدل ما نخليها تتسلق وهي الفرخه ما شاء الله دسمه وما شاء الله عليها، هتعمل شويه شوربه حلوين. وبرده احنا هنستغل حته الدهن دي، مش هنرميها، هنستنى بس لما الفرخه والميه يبتدوا يغلوا سوا ونروق الشوربه، وبعدين بقى نشوف احنا هنحط ايه هيخلي للشوربه طعم. اول حاجه خلاص انتي وصلتي معايا لحد هنا، قبل ما تستني وتشوفي ما تنسيش تحطي لايك، ولو انتي جديده في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يجيلك اشعار بيه، ولو مش بيجيلك اشعار من القناه الغي الاشتراك وبعدين ارجعي اشتركي من اول وجديد، ويا ريت تكتبوا لي دعوه حلوه كده. بصوا بقى حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا روقت الشوربه خالص. اي حاجه بتبقى على الوش، رغاوي بيضه، اي حاجه طالعه بقى على وش الشوربه كده تشيليها. بصي ما شاء الله الشوربه رايقه خالص ازاي، مفيش اي حاجه كده. تمام، عشان بس ناخد شويه شوربه زي الفل. بصوا انا مقطعه طماطمايه وبصل وقرن فلفل، دي شطه بلدي بس الفلفل احمر عندي في التلاجة. بصوا يا رب بس يكون باين، وفص توم واحد، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، فص توم واحد وبصلايه صغيره والطماطميه مشققاها عشان بس ما تتوهش في الشوربه. انا عايزه الطعم عشان لما اجي اغرف شوربه ما يبقاش فيها القطع الطماطم بتبقى متنطوره كده، لا انا عايزاها تبقى كتله، عايزه الطعم بس، يعني عايزه خاصيه الطماطم مش اكتر عشان تبقى طعمها جميل. ان شاء الله هتاخدوا شويه شوربه رايقين. بعد كده نحط ايه بقى؟ طبعا الفراخ البيضاء اصلا ما بتاخدش سوا، فانت لو حطيتي الملح دلوقتي مفيش اي مشكله. ونحط كمان فلفل اسمر. البوكيه جرنيه بقى بتاعك اللي انت بتحطيه اقله الملح والفلفل الاسمر، لو راح حبهان كبابه صيني كل ده زي الفل ما شاء الله يعني. ولكن ما عندكيش كفايه الفلفل الاسمر، مفيش فلفل اسمر، ممكن تحطي جنزبيل، برضو الجنزبيل بيدي طعم حلو قوي للشوربه وريحه بتبقى جميله. عود قرفه خشب، ما تحطيش البودره عشان بتغير طعم الشوربه. كل ده شغال معاكي زي الفل، مش هيقول اي حاجه، هيخلي لك الشوربه طعمها تحفه. والملح دلوقتي برضو لان يعني الفراخ هي غلوه والتانيه وخلاص تمام كده بقت زي الفل. دي تقليبه برضو عشان ايه كل الفراخ تشرب من الشوربه. بصي القطع كبيره، يعني الطماطم قطع كبيره وانتي بتغرفي هتبقى باينه، يا اما بقى عشان لو انتي هتقطعيها اصغر من كده ممكن تغرفي على مصفى عشان ما تخليش اي حاجه في طبق الشوربه، يبقى شكلها جميل وطعمها تحفه، هتشربي وتدعيلي. ما شاء الله.
ورقتين لورا كده حلوين. بصي كده. احنا كده حطينا فلفل وملح ولورا. وادي الكباب الصيني. بصي اللي هي عباره عن ايه، بلورات رفيعه كده، بس بتدي طعم حلو قوي للشوربه. وحطيها سليمه، ما تجيبيش المطحونه، لان المطحونه منها بتغمق الشوربه قوي. المطحونه منها لو انت هتحطيها في قلب اللحمه، هتعجنيها مثلا في كفته، في لحمه مفرومه معصجه، تمام، هتدي طعم حلو ومش هتغمقها، لكن في الشوربه لا. ماشي، فصين حبهان او 3 كده هيدوا برضو للشوربه طعم حلو. كده تمام قوي. خلاص احنا كده مش هنزود اي حاجه تاني، نسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها. ممكن غلوه كمان وتطفي عليها لو انت مش هتطلعيها من الشوربه دلوقتي، مفيش اي مشكله. بصي بقى منظر الشوربه، بصي ما شاء الله ما شاء الله الشوربه جميله ازاي. بصي بصي شكل الشوربه رايق جميل ازاي، ما شاء الله. بالف هنا وشفا. جربي وان شاء الله هتدعي لي دعوه حلوه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، دي حله فاضيه ماشي، وده الدهن اللي انا شلته من الوراك. ممكن تقطعيه وممكن تحطيه كتله كده كده، انا مش هخليه في الحله، بس انا هاخد الدهون اللي فيه ماشي، اطعم بيها الخضار اللي انا هطبخه. هوطي بقى النار عليها كده واسيبه يسيح براحته خالص، وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده. بصي زي ما انت شايفه كده، انا سبتها شويه، بعد كده اروح قلبه على الناحيه التانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنار هاديه برضو، ما تعليش عشان ما تطرطش وتلسعي. يعني انت شايفه كده، وبرضو اسيبها شويه. بصوا بقى حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده كل الدسم اللي نازل منه ماشي. الم انا بقى كل الحاجات دي وشيلها، عشان انا مش هخليها في الاكل. اللي حابب يخليها يخليها، مش اي مشكله، لكن انا ولادي لو شافوها مش هيرضوا ياكلوا. فانا شلتها، وبعدين ازود بقى السمنه بتاعتي، لان طبعا كميه الدسم دي قليله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده، كده حلو. نسمي الرحمن. انا السمنه اللي انا حطاها دي انا اتفاها، يعني انا عامله سمنه على زبده وبشتغل منها ماشي. ده كده البصل عشان هنعمل البسله. البسله اللي احنا كنا مفرزينها سوا يتشوح بس شويه عشان ما يبقاش يقرقش كده مع الاكل، ياخد تشويحه. وطبعا جنبك مجهزه الطماطم ومجهزه ملحك وفلفلك وكل عده الشغل، عشان تبقى الدنيا مظبوطه من حواليكي.
دايما لما تيجي تعملي الحركه بتاعه الدهن دي النار تبقى واطيه، لان النار لو عليت الحله هتتحروق وبعدين هيبقى في ريحه كده مش لطيفه. فانت خليكي على الهادي افضل، تاخدي منها كل الدسم اللي جواها وما يبقاش فيه ريحه مش كويسه في البيت. تمام كده. وبعدين يعني انت عارفه ان الفرخه دسمه، فهتعمل لك شويه شوربه حلوين، عشان كده تشيليهم. بصي كده البصله اتشوحت شويه، هعمل ايه بقى؟ اجيب البسله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده يا حاج. بسم الله. اوبس. يلا الحمد لله. قدر ولطف. حط البسله عشان برضو ايه منها تفك ومنها تتشوح مع البصل. بصوا البصل ما اخدش لون، يا دوب بس تشوح. كده عشان تفك معاكي اسرع. بصوا بقى يا حبايبي، ما شاء الله الشوربه شكلها عامل ازاي. بصوا بصوا الدسم بتاعها. بصوا بصوا ده الدسم الشوربه. بصوا وبصوا الروقان. بصوا رايقه ازاي. بصوا نشيل الدسم كده. بصوا بصوا ما شاء الله رايقه ازاي، وطعمها اللهم صل على النبي. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. طبعا انا سايبه البسله بتاخد تشويحه كده مع البصل، بس قلت اوريكم بقى شكل الشوربه عامل ازاي بعد ما طفيت النار. ما شاء الله طعمها زي الفل. بألف هنا وشفا. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده البسله فكت خالص. نعمل ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن، نحطي حبه فلفل اسمر، نحطي الملح بتاعها وما تكتريش قوي، ودوقي لقيتيها دلعه هتعرفي تعالجيها، احسن ما تبقى حادقه وتبقي مش هتعرفي تعالجيها. كمان نحط ايه؟ بس معلقه صغيره عشان نحط معلقه سكر عشان الطماطم، عشان تعمل تعادل للطعم، عشان الحموضه بتاعه الطماطم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اوبس. طيب كده. بسم الله. عادي جدا بتحصل في كل البيوت وفي احسن العائلات. ادي بقيه الطماطم. نجيب معلقه تاني نقلب بيها عشان نظبط الكلام ويبقى ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل الملح والفلفل والسكر كلهم يدوبوا في قلب البسله، ما تبقاش حته حادقه وحته دلع. تمام كده. بعدين بقى تغطيها وتسيبيها بقى تستوي مع نفسها. لما تتسبك وتتقل ممكن تديها كبشة شوربة عشان تظبطي سمك الصلصة. هنكمل مع بعض الفيديو، ولا نسي تحط اللايك يا ريت تحطه وكملوا معايا. بصوا بقى حبايبي، انا سبت البسلة والطماطم والبصل ياخدوا ويدوا مع بعض. بصوا نشفت خالص ازاي والطماطم اتسبكت. نزل كل الحروف دي. نجيب بقى كبشتين شوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الشوربه رايقه وجميله ازاي ما شاء الله عليها، بتخلي بقى طعم الخضار تحفه كده. بقى السمك بتاعها يعني حلو، ولا هي تقيله ولا هي خفيفه. حاساها تقيله خفيها شويه، حاساها لا هي مش خفيفه. هتحسيها خفيفه ازاي؟ هي ما شاء الله كده حلو. ممكن كمان اجيب لها كمان كبشه شوربه عشان ايه اظبط الدنيا ما تبقاش تقيله. هتاخد غلوه كمان. بسم الله ما شاء الله. حدقها تمام مش محتاجه اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. صفي لها كبشه شوربه كمان صغيره عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. بسم الله.
بصوا شكل الشوربه جميل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. عشان ما تبقاش تقيله قوي. بس كده ما شاء الله. طبعا البسله متبخره فكانت نص تسويه، وطبعا استوت يعني ما كده زي الفل، ما فيش اي حاجه. وعملت الرز بتاعي. مني بقى جنبها رز ابيض، رز بشعريه، كما يتراءى لك. بصوا حبايبي انا كده خلصت الاكل. ادي الفراخ وما شاء الله الشوربه اللي في الحله. بصوا شكلها عامل ازاي ورايق وجميل وبسم الله ما شاء الله عليها. وادي الشوربه اللي انا غرفتها. بصوا الدسم، بصوا ما شاء الله عليها، طعمها تحفه، اتمنى تجربوه. وادي البسله بتاعتنا. وانا عملت رز بشعريه وبالف هنا وشفا. ما تنسوش تحطوا اللايك، وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.